حلقتنا اليوم أغرب من الخيال، مش راح تصدق اللي صار فيها. قاطع الرؤوس أو سفاح الشروق. واحد اسمه كرم عبد الراضي أو أحمد أبو جبل أو سفاح الشرقية. هذا كله راح يمر معنا في القصة. قصة بدها تركيز في تفاصيلها وصعب كتير إنها تتكرر. تخيل تعيش نفس التفاصيل والأحداث وحتى التواريخ. جريمة بشعة كتير، لكن الأبشع كل تفصيل صارت في هذه الجريمة. سفاح الشروق أو قاطع الرؤوس، وتحديدا يوم 9 سبتمبر 2018 في منطقة الشروق بيوصل بلاغ لرجال الأمن إنه في جريمة قتل لأم وأولادها الأربعة، كلهم مقتولين بالذبح والرأس مقطوعة تماما. انتقام مش طبيعي والمنظر صعب. رجال الأمن وفريق البحث الجنائي وصلوا لمسرح الجريمة. من الشكل العام ما في أي آثار للعنف ولا كسر أبواب ولا كسر أقفال ولا في أي شيء يدل إنه هذه سرقة. الأم اسمها منال وعمرها 27 سنة. أولادها الأربعة حسين ومحمود ودعاء وحنين. واضح إنه اللي ارتكب الجريمة هاي متعود على هيك مناظر وهيك جرائم. ولو كان الأب موجود وهو اللي عمل هيك، شو اللي ممكن يوصله إنه يقتل مرته أولاده الأربعة؟ وخلال ما رجال البحث الجنائي والشرطة شغالين، تيجي واحدة من الجيران وتأكد عليهم إنه أبوهم هو اللي عمل هيك فيهم، واسمه أحمد أبو جبل. الغريب إنه رجل هادي كثير وما عندوش أي مشاكل في المنطقة خالص، والناس كلها عارفينه وبتحبه، وطبيعته اللي عايش فيها وسط الناس صعب تقول عليه إنه بيعمل هيك، وخاصة في مرته وأولاده. وبعد التحريات الأولية بيتأكد رجال الشرطة إنه الزوج هارب واسمه أحمد أبو جبل هو اللي ارتكب الجريمة، وبدأوا عملية البحث عن هذا الرجل وتم نشر صورته في وسائل الإعلام. بس قبل ما نكمل قصة جريمة الشروق محتاجين نوقف هون شوي. بعد نشر صورة المجرم اللي ارتكب مذبحة الشروق، يركز فيها واحد من أهم الصحفيين في مجال الجريمة، وهذا لأنه متأكد إنه شافه قبل هيك، ومش بس شافه، بيحكي في عقله إنه أنا شفته وحكيت معه قبل هيك، لحد ما ركز إنه الشخص هذا غالبا هو كرم من محافظة سوهاج المحكوم عليه بالإعدام في جريمة قتل. ترجع تفاصيلها لسنة 2009، وساعتها عمل معاه حوار بسبب بشاعة الجريمة اللي ارتكبها. وبرغم السنين الطويلة من 2006 ل 2018، وبرغم أن الملامح اتغيرت شوي، لكن متأكد إنه هو هذا كرم. بس الفرق الوحيد إنه أحمد أبو جبل اللي ارتكب مذبحة الشروق من محافظة قنا. وبعد ما يمر يوم كامل على مذبحة الشروق، رجال الأمن تعلن إنها قبضت على مرتكب الجريمة بس في محافظة سوهاج. وهنا يتأكد الصحفي سامي إنه كل شكوكه كانت صحيحة، وإن الشخص اللي ارتكب الجريمة هو كرم محمد عبد الراضي المحكوم عليه بالإعدام وانسجن فعلا. وهان كان السؤال، كيف خرج؟ ومين أحمد أبو جبل؟ وإيش أصلا الجريمة اللي عملها سنة 2009؟ نرجع بيكم لسنة 2009 من البداية. هذا كرم شخص طيب كثير وهادي، أو معروف عنه هيك. انولد في محافظة سوهاج ومرتبط كثير بوالدته، فاشل في الدراسة وما عندوش أي طموح. ولما صار عمره 13 سنة ترك المدرسة ونزل على القاهرة عند ابن عمه يشتغل معه، وكان بيأخذ أجر يومي. صحيح إنه الأجر بسيط، لكن كان ممشي الزلمة، ما عندوش أصلا طموح، كان عايش يعني. كانوا يشتغلوا تحديدا في مجال المقاولات، وفعلا قدر بعد سنين يعمل فلوس كويسة. وفي سنة 2004 استقر في منطقة العمرانية في محافظة الجيزة، وظل شغلته الأساسية في العقارات وتحديدا السمسرة. يعني كان بيجيب قطعة أرض ويبيعها لشخص ويأخذ نسبة من الشاري ومن البائع. وفي الوقت هذا كان بيسافر كثير على سوهاج لأنه
انه متزوج هناك وعنده اولاد، غير انه كان مرتبط كتير بوالدته، بس طبيعة شغله كانت تخليه متواجد على طول في القاهرة وفي الجيزة كمان. وكان معه شريكه اللي فضلت العلاقة بينهم أكثر من 2 سنين في الشغل. لكن كرم كان عنده مشكلة معه، تحديدا في موضوع الماديات. كان بيشك انه صديقه ما بيعطيهوش المبالغ اللي هو يستحقها، وكان مش أمين على كرم، هيك كان شاكك كرم فيه. وفي سنة 2009 تحصل بينهم مشكلة كبيرة بخصوص بيع قطعة أرض، وإنه هذا صاحبه ما كانش عايز يعطيه نصيبه من السمسرة. وهان كرم قرر إنه يأخذ حقه بطريقته الخاصة. وفي يوم 9 سبتمبر الموافق 19 رمضان في سنة 2009 كرم يقرر يقتل صاحبه. بدأ يخطط لقتله في رمضان، متخيلين؟ في نص رمضان، في 19 رمضان، وبدأ يخطط كيف بده يعمل هذه الجريمة. نزل اشترى ساطور. الساطور هي سكينة بس قد ذراع الإيد، بس كبير شوي للي ما بيعرفهاش يعني. اشترى نص كيلو أكياس السود الكبار، وطلع على البيت وهو وصاحبه، وقعدوا عادي وما في بينهم أي مشاكل. فجأة قبل أذان المغرب بساعتين خلى صاحبه قاعد، راح طلع الساطور وضرب صاحبه على راسه وعلى صدره لحد ما تأكد إنه صاحبه بعدها بطل يستجيب لأي حركة، والدم غرق الدنيا. ومسك الساطور وقطع جثته، عملها 100 قطعة، وكان هادي وبكل هدوء لملم القطع وحطهن في الأكياس السود اللي جابهن. وبعد ما خلص يحط كل أكياس في شنطة سفر كبيرة. ولما لاقى الدم في كل مكان جاب علبة دهان بويا يعني، ودهن الحيطان وأثار الدم وغير وعيه. وكان في هذا الوقت الناس بدأت تفطر لأنه أذن المغرب. بعدها نزل على القهوة، شرب قهوته وقاعد قدام الناس وبيتعامل عادي طبيعي كأنه ما فيش فيه واحد مقطع في بيته، ومش باين عليه أي لحظة ندم. كل الموضوع بالنسبة له كان عادي جدا. وعلى الساعة 3 الفجر بياخد تاكسي ومعه هالشنطة اللي في قلبها الرجال المقطع، وينزل في مكان هادي ويرمي الشنطة في مكب زبالة. الله يعزكم. بعدها يطلع على محطة القطار ويسافر على سوهاج أكنه ما في حاجة. وبعد كم يوم رجال الأمن قبضوا عليه في سوهاج. بعد التحقيق معه ينحكم عليه بالإعدام، ودخل السجن في انتظار تنفيذ الحكم. ومن بشاعة الجريمة، وتحديدا إنها حصلت في شهر رمضان، الأستاذ سامي الصحفي الكبير عمل معه لقاء صحفي. وفي اللقاء بيحكي على لسانه الأستاذ سامي إنه كان بيتكلم بمنتهى الهدوء، حتى وهو بيوصف كيف قتل صديقه وكيف قطعه وتخلص من جثته والقطع هذه، كان بيشرح كأنه يتكلم في موضوع عادي. وهيك بتخلص قصة كرم 2009 اللي اتحكم عليه فيها بالإعدام. طيب إيش اللي صار بعد هيك وخلاه متهم بجريمة ثانية ولكن في 2018؟ والصدفة إنه برضو في يوم 9 سبتمبر اللي صار إنه سنة 2011 مع أحداث انعرفت باسم اقتحام السجون، ويمكن المعظم سمع عنها اللي صارت في مصر، هرب هو وعدد كبير من المساجين. والفترة هذه كانت الأمنيات قليلة في مصر. في وقتها كرم هرب من السجن وهرب من حكم الإعدام، سافر إلى سوهاج، بس هذه المرة كان لابس نقاب ودخل على أهله وهم فرحانين يا ويلي، فاكرينه إنه طلع من السجن عادي، وقعد في سوهاج واشتغل وهو متخفي تماما وعايش وسط أهله ومرته وأولاده. وبعد ما مر كم شهر حس إنه خايف وخاف يمسكوه الشرطة، وبالأحرى إنه كمان ولا حد عارف إنه عمل هيك وهرب. وكانت الأخبار وقتها إنه معظم الأوراق الرسمية انحرقت أثناء الاقتحامات من الثوار. هذا غير إنه لو رجال الأمن حبوا يدوروا عليه حيكون سوهاج هي أول محطة يدوروا فيها. عشان هيك كرم غير رأيه في سنة 2012، يقرر إنه ينزل على القاهرة ويتخبى في أماكن الزحمة ويسمي نفسه أحمد أبو جبل.
وعاش بين الناس ما حدش يعرف مين هو. وفي نفس السنة هذه يتعرف على وحدة اسمها منال أصغر منه في السن، عجبته وقرر إنه يتجوزها، وعرفها إنه اسمه أحمد أبو جبل. وبعد فترة حكى لها إنه هذا اسم الشهرة، ولكن قال لها إنه في الصعيد مشهورين دايما بيكون لهم أكثر من اسم، وحكى لها اسمه الحقيقي كرم. منال هذه ما كانش فارق معها الاسم أو مين هو أو إيش هو، مش شايف قدامها غير رجال محترم كل الناس بتحكي عنه كلام خير، وواضح يعني إنه غني وتاجر ومعه فلوس. والغريبة إنه الجواز يتم بورق رسمي وباسمه الحقيقي. هو اعتقد في الفترة هذه إنه مصر كانت مش مستقرة أمنيا وصعب حد يقبض عليه، بس هو كمان كان ذكي كثير. اتجوز منال على أساس إنه ساكن ومقيم في مدينة الصف في محافظة الجيزة، وقعدوا هناك كم سنة وربنا رزقهم بأولادهم الأربعة. وبعدها نقل كل حياته في سنة 2016 لمنطقة الشروق اللي صار فيها المصيبة، وعاش واستقر هناك مع زوجته وأولاده الأربعة. وكل الناس كانت تعرفه باسم أحمد أبو جبل، كل الجيران عارفينه هيك، شخص هادي ومحترم وما عندوش أي مشاكل. وواضح إنه مش عايز يعمل أي شوشرة وما بدوش يصل قسم الشرطة، لأنه عارف لو أي مشكلة عملها وصل قسم الشرطة راح يجيبوا بصماته ويجيبوا كل مصايبه القديمة، لحد ما يظهر عنده صديق اسمه عودة. والشخص هذا صار قريب كثير لأحمد أبو جبل أو كرم. اشتغلوا هم الاثنين مع بعض والعلاقة بينهم كانت كويسة كثير. وفجأة كرم أجاله إحساس إنه هذا عودة على علاقة بمرته، يعني بيخون صاحبه، ويروح يحكي لمرته إنه شاكك فيها وشاكك فيه. وقامت بينه وبين مرته مشكلة كبيرة، وتروح المرة ضرباه كف أو قلم زي ما بيقولوا المصريين على وجهه. لكن الجيران اتدخلوا وحلوا المشكلة ولموها وصالحوه مع بعض. وانتوا عارفين هذا الرجال بدوش يوصل أي حاجة تصل للمحكمة، أخذها في قلبه وصالح زوجته قدام الناس ونهى الموضوع. وافق على كل اللي الجيران اقترحوا عليه إنه يعيش وخلص والدنيا بتروح وبتيجي. وكانت القصة هيك وسكر عليها، ولكن أخذ الكف اللي أخذه على وجهه أو القلم وظلوا ساكت. وبعد فترة نزل اشترى كمية كبيرة من دواء المنوم وحطه كله في داخل برميل المي اللي بتشرب منه العيلة، واطمن انه الكل موجودين وشربوا من هذه المية. انتم متخيلين؟ هذا نيم ولاده وزوجته. وفي يوم 9 سبتمبر بس في سنة 2018 الساعة 2 بالليل يقرر انه ينفذ جريمته. دخل الاول بالسكينة على مراته وطعنها وقتلها، وبعدين فصل راسها عن جسمها. بديش أخش في تفاصيل كثيرة. عمل هيك في أولاده الأربعة. وبعدها كلم أخت عودة، هذا صاحبه اللي كان شاكك إنه بينام مع زوجته، وعرفها إنه هو اللي قتل مرته وأولاده، ولو شاف عودة حيقتلوا ويقطعوا. وهذه المرة اللي متذكرين أول القصة لما حكيت لكم أجت واحدة وقالت إنه واحد اسمه أحمد أبو جبل هو اللي قتل أولاده، هذه هي المرة اللي أجت وقالت للشرطة في هذيك اللحظة إنه هو أحمد أبو جبل أبوهم هو اللي قتلهم. وبعدها نزل على محطة القطار وبرضه لبس نقاب وركب علشان يسافر على سوهاج. السيناريو بيتكرر نفس الشيء. الجيران كلهم بيعرفوا إنه هو اسمه أحمد أبو جبل ومن محافظة قنا، وهيك حكوا لرجال الأمن. لما بلغوا عن مذبحة الشروق كرم سافر على سوهاج، وكان متأكد إنه حيهرب زي ما عمل المرة اللي فاتت، وإنه صعب كثير حد يوصل له. لكن اللي حصل عكس كل اللي توقعوا. هو مسافر في القطار كلم واحد من أصحاب المحلات في منطقة الشروق علشان يطمن على مراته وولاده، بيحكي له مش عارف أوصل إلهم، بيعمل تمويه قال يعني. لكن بالصدفة كان موجود رجل شرطة جنب الرجال هذا اللي اتصل به كرم. طلب منه الشرطي إنه يطول المدة ويحاول
يلغيه شوي علشان يعرف يحددوا مكانه. وفعلا الرجال عمل زي ما قال له الشرطي، وبعدها تم رصد إحداثيات المكالمة، وهان عرفوا إنه رايح متوجه على الصعيد، وتم القبض عليه وهو لابس النقاب قبل ما يوصل قريته في محافظة سوهاج. وبعد التحقيق معه يتم الحكم عليه مرة ثانية بالإعدام في قضية مذبحة الشروق. وهان تخلص قصة أحمد أبو جبل.